ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ جايلكوا النهاردة شرح فيديو جديد هنشرح فيه طريقة عمل ارقام في جميع الدول. يعني ايه تعمل ارقام كتير يعني في اليوم الواحد، وتقدر تعمل زي ما انت حابب وفي اي وقت. قبل ما ندخل في الفيديو اتمنى انكم لو اول مرة تشوفونا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتكتب كومنت يشجعني ان اكمل. يلا بينا نخش على الشرح على طول عشان ما نطولش في الشرح. تمام. اولا هنكون معانا تليجرام والواتس، النسخة اللي هنفتح عليها الرقم. تمام، لازم نسخة رسمية بلاش نسخة معدلة. اولا ندخل على تليجرام، كنت سايبلك القناة دي والقناة دي في وصف الفيديو. تمام، هندخل على اول قناة اللي هي دي. تمام، هندخل عليها اهو زي ما انت شايف دي كلها ملفات ارقام. تمام، احنا هنجيب اللي هو الملف ده اللي هو بتاع مصر يعني. تيجي تعمل هنا وتعمل حفظ في التنزيلات، وتيجي تخرج وتدخل على زر شيفر، وتيجي تدخل على الداونلود، ندخل بعد ما الداونلود ندخل على التليجرام. تمام، وهنلاقي الملف اهو جبت بي ام اي تي. تمام، نضغط عليه ونعمل فتح، يفتح معاك وتتخطى الاعلان. تمام، زي ما انت شايف فتح معانا، زي ما انت شايف كمية الارقام. هتبدأ انك تجرب لحد ما يفتح بقى معاك رقم. هو ايه، 3/4 الارقام شغالة، وهتجربهم او ما تجربهم هتفتحوا معاك. تعالوا بينا نجرب رقم، هناخد اول رقم نسخ، تضغط عليه ضغطة وبعدها تعمل نسخ وتخرج تروح على النسخة اللي هتفتح عليها الرقم. تمام، انا كنت فاتح رقم بس نزلته في القناة يعني. موافقة ومتابعة. تمام، نحط الرقم ونمسح الاتنين ونعمل التاني. تمام، ليس رقم هوية، انا هنجرب رقم تاني. تمام، نجرب مثلا الرقم ده، هنيجي نحطه مكان ده ونمسح الاتنين. ولو رقم محروق مع الكود ما تنساش ان ما تستناش عن ان تفك الكود والكلام ده كله، لا تجرب غيره. زي ما انتوا شايفين نطلب رسالة نصية. تمام، الرقم مش محروق. تمام، هشوف اخره 261. تمام، وتيجي تدخل على التليجرام ثانية، اخره 261. تيجي تدخل على القناة التانية اللي هي دي اللي انا سايبها لك، تيجي تدخل عليها ونجيب اخر الرسايل، اخره 261. هندور على اهو دوت الرقم اهو بيبقى نمبرز. تمام، هتيجي تدور عليه ثانية بس. 261. تمام، الكود مجاش فاحنا هنروح نجرب غيره. يعني ما تستناش ان الكود يجي والكلام ده، لا احنا عندنا معانا ايه ارقام كتير يعني عادي. هنجرب كمان واحدة، مش عاوز بس اطول في الفيديو، بس هنجرب معاكم كمان واحد. عاوز افعل رقم في الفيديو عشان بس ايه تعرف انت هتفعله ازاي. تمام، هنعمل التالي. الشبكة بس هنا وحشة، هنعمل رسالة نصية محروقة فهنجيب غيره مش هنستنى يعني. ننزل تحت شوية، استنى بس الأرقام تظهر. تمام، هناخده نسخ ونروح نطلب. من نعم ونرسل نصية برضو زي على طول. تمام، هو على ما يفتح بس ثانية وفتح. ارسل رسالة نصية واعمل نعم. هي هو مفروض بعد كود 587.
تمام. 587. 587. تمام. الكود برضو مجاش، مش عارف بقى المشكلة عندني ولا ايه، بس انا مفعل الرقم قبل ما ادخل على الفيديو وحظ بقى. المهم ان انتوا ايه زي ما انتوا شايفين اكتر دولة بتنطلب هي مصر، او مش مصر، كازاخستان بتنطلب، بس هي حاليا من اكتر الدول اللي شغلتها ومعمولة يعني ايه بتفتح كتير يعني وبيجي اكواد لها كتير هي مصر. 3/4 ارقامها شغالة وبتيجي اكواد كتير، فعشان كده من الاحسن ان انتوا تجربوا في مصر. وكمان لو محتاج دول تانية كل الملفات بتاعت جميع الدول هتلاقيها برضو في البتاع، هتلاقيها ايه في قناة الملفات. تمام. فانتوا تجربوا برضو مع نفسكوا يعني، بس عشان ايه مش عاوز اطول وقت الفيديو، فمش عاوز اطول اكتر من كده ان هو يكون اكتر من 7 أو 8 دقايق. فهو ده اخر رقم هجربه معاكم، لما فتحش انتوا تجربوا براحتكم وبس. يعني هو ده الفيديو. تمام. بس ثانية، هو المفروض بعد 218. تمام. هنيجي ننزل تحت اخره 218 في ايجيبت 392. زي ما انتوا شايفين مفيش برضه اكواد. ممكن مشكلة في الشبكة ان يكون مثلا مبيبقاش في القناة، ممكن مشكلة عندي، وهو حظ برضه على العموم، هو حظ. تمام. لان زي ما انتوا شايفين الشبكة مفيش شبكة نهائي غير شرطة واحدة والواي فاي فاصل. تمام. فانتوا ايه هسيبلكوا قناة الملفات وقناة اللي هي بيجي فيها الاكواد اللي هي دي. تمام. وانتوا تجربوا براحتكم، تفضلوا تجربوا لحد ما الرقم يشتغل معاكم، وانتوا هتشغلوا ارقام كتير بس عاوزة الصبر يعني شوية. تمام. فهو ده بس الفيديو. ولو عاوزين برضو ارقام بتنزل ارقام كتير يعني هكون سايبلكوا ايه بنزل في القناة على طول من امبارح يعني، طبعا من امبارح بنزل ارقام. فانتوا ممكن تدخلوا القناة بتاعت التليجرام وتتابعوها، وانتوا ايه هتاخدوا ارقام يعني اي حد في القناة بياخد ارقام. تمام. لاننا هننزل الفترة الجاية ارقام كتير جامد، ارقام دول مختلفة وكل الدول. فاتمنى انكم تتابعوا القناة، واتمنى ان الفيديو يعجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبس، سلام.